فيلمنا بيبدأ بمحاولة تاجر مخدرات صغير اسمه ويليام ان هو يقرر يشتري نوع معين من القهوة. اللي بيشجعوه على كده شركائه، وشركائه اسمهم دالاس وبيلي، واختاروا معاه نوع الشوكولاتة اللي هو يشتريها وهي شوكولاتة المكاديميا. ولما جه يدفع تمن الشوكولاتة اتصدم جدا من التكلفة. بعد كده دالاس بتطلق النار على أمين الشرطة اللي كان واقف، وبيتظاهر ويليام انه أمين الصندوق لما بيدخل عليه الشرطي. ولكن لما شاف الدم على الأرض بيحاولوا ان هما يخلصوا عليه. وفي اليوم التاني راح ويليام عند باب كيسي، وكان في شريك قديم من 3 سنين كده كان بيحاول ان هو يحسن حياته بعدة طرق، ان هو يعني يكون مهندس معماري ويتجوز من فتاة جميلة. امرأة كانت جميلة جدا، وجه في باله كده ان هو يتبنى طفل صغير. وبعد كده بيجي ويليام وبيطلب من كيسي ان هو يستخدم السيارة بتاعته، وبيوافق كيس. لكن كيسي كده بيروح فبيلاقي حقائب كده موجودة في غرفة الضيوف الخاصة بيه، ولما بيفتحها لقى جواها مخدر. ساعتها راح متصل بويليام وقال له ايه اللي انت جايبه في بيتي ده، وراح واخد الحاجات دي ورميها في حوض المطبخ. وبعد لحظات قليلة بتظهر القائمة الجامايكية هيتمان المسمى ايس امام باب كيسي، وبيقتحم الجليد منزله وبيوجه مسدسا الى كيسي علشان يخلص عليه. ولكن كيسي بيبقى قادر على اقناعه باعطائه فرصة اخيرة قبل ان يخلص عليه، وبيبقى على استعداد انه يطلق النار على كيسي بعد ان دخن قليلا. ولكن فجأة تلقى مكالمة هاتفيا من شركة التسجيلات. بعد كده ايس بيلتقط هاتفه وبيبدأ بالالتفاف في محاولة لتأمين صفقة قياسية، ثم بيستغل كيس الفرصة لطرده بعد ان ربطه كيس وترك في مرآبه. فجأة وكيل التبني الدكتور يقرع جارفيس جرس الباب، وبيندفع كيسي لإزالة المفصل قبل السماح لجارفيس بالدخول لمناقشة مدى ملائمته له. يعرب تبني جارفيس عن فضوله بشأن ما فعله كيسي عندما كان يعيش في لوس أنجلوس حيث لا يوجد حساب له. ثم يبذل كيسي قصارى جهده للتستر على ماضيه أثناء المقابلة التي ظهر فيها داليس في منزل كيسي. بيعتقد بقى أن ويليام قد ترك بعض المال مع الأشياء، فإنها تخيف جارفيس بعيدا من خلال سرد قصة عن كيسي والقاتل جعله يغادر دالاس ويستجوب كيسي بشأن المال بعد ربط معصميه، مع العلم ان كيسي لا يستطيع مساعدتها. وبيقرر دالاس انه يخلص عليه. بيدخل بعد كده عليه بيلي الغرفة وبيطلق النار عليها، وبيبدأ بيلي باستجواب كيسي حول الأشياء. بيعترف كيسي بأنه لم يأخذها وبيصدقه بيلي. مع ذلك بيلي بينوي تعذيبه بالمنشار وموقد اللحام على أي حال، ولكن فجأة قطعته الشرطة بتفتيش المكان، وكيسي كان قادر على إزالة الشريط من معصميه بينما يتم فحص بيلي من قبل الشرطة. ثم بيختار رفع مقلاة قبل الجلوس مرة أخرى، وعندما يعود بيلي يضربه كيسي بالمقلاة ويعلقه رأسا على عقب لاحقا. بعد كده اتصل ويليام بكيسي واعتذر عن كل شيء بينما اعترف بسرقة الأشياء والمال من الشرطة. ثم اغلق الخط واكتشف ان ويليام قد تم اطلاق النار عليه وبيموت من فقدان الدم. وبيظهر بعد كده محقق فاسد اسمه كازار على باب منزله بيسلمه حقيبة بتحتوي على راس ويليام، ويقول انه لا يهتم بالاشياء، وبيمنح كيسي $700 للعثور على المال. وبيطلق كارف النار عليه. وبيلي قبل ان يغادر بيطلب من كيسي التخلص منهم. في اليوم الذي يتذكر فيه كيسي كلمات ويليام السابقة اكتشف على الفور المال الموجود في الاطار الاحتياطي لسيارته. ثم بيتصل به كيسي وبيخبره ان الاشياء سيتم بيعها بالمزاد العلني وفي تمام الساعة 7 مساء في منزله لاعداد معركة بالاسلحة النارية ورجال الشرطة بيسير الفاسدين في عظامة جامايكية. ومن ناحية أخرى بيلتقي كيسي بزوجته في المطار وبيدعوها للذهاب إلى فرنسا معه، وبيعرض لها كاس مبلغ حوالي 2 مليون جنيه مما يجعلها بتوافق. وبينطلقون بسرعة في دالات لامبورغيني علشان بعد كده يسافروا إلى باريس. وبيخلص فيلمنا على كده.